الملفات بدأت تخرج، والشخصيات القزمية لا يمكن أن تسيطر وتهيمن على الكاف إلى أمد بعيد. مخدرات، أموال شعب تصرف، نشاهد المظاهرات والحالة المزرية للكثير من أبناء الشعب المغربي. في المقابل تبذر الأموال من أجل ماذا؟ من أجل العبث داخل الكاف. ممارسات ترقى إلى الممارسات الأنظمة المارقة البعيدة عن القانون، الخارجة عن القانون، التي لا تعترف بالأخلاق ولا بقيم الرياضة. يعني هذا شيء مؤسف جدا، لأنه يتعارض أصلا مع اللوائح المنظمة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف التي تنشد أو تؤكد على الحوكمة الرشيدة، على الشفافية، على النزاهة، على احترام أخلاقيات الرياضة. لكن هذا لا غير موجود في قاموس هؤلاء وفي قاموس هذا النظام المارق مرة أخرى للأسف. وليس فقط ما تحدث عليه طارق في تقريره، ولكن إنما فيه أمور أخرى تعدت القارة الإفريقية ووصلت إلى كبار مسؤولين في أوروبا وفي الكثير من الدول. إذا تكلمنا عن كرة القدم وعن الرياضة وعن المال الفاسد، فهذا واضح للعيان من خلال التأثير على مركز القرار، يعني في الكاف عبر أعضاء الجمعية العامة. لا أقول أن كلهم فاسدون، ولكن فيه تأثير واضح لهذا الحلف للأسف الذي هرب بالكاف إلى الوجهة التي يريدها من أجل خدمة مصالحه على حساب المصلحة العامة للشباب الإفريقي اليوم، الذي يريد أن تكون هذه الهيئة القارية يعني هيئة محترمة تعتمد على اللوائح المنظمة التي أقرتها الجمعية العامة وأقرها أيضا الاتحاد الدولي لكرة القدم. نتمنى فقط أن يكون فيه إصلاح لهذه الهيئة، لأنها مهمة جدا. إصلاح يقوم على الحوكمة الرشيدة بالأساس، لأن هذا ما تنص عليه لوائح الاتحاد الإفريقي، وهذا يتطلب عمل كبير ليس فقط من الجزائر وإنما من أصدقاء الجزائر ومن يريدون الخير للقارة الإفريقية، بعيدا عن المساومات، بعيدا عن المال الفاسد الذي لحق ضررا كبيرا بصورة كرة القدم الإفريقية. تشجع المخدرات. الرياضة أصلا الرياضة هي أخلاق، يعني أنا قلت يعني في تعارض تام، تستعمل أموال المخدرات وتستعمل أموال الشعب يعيش ظروف صعبة، ومن أجل ماذا؟ من أجل التلاعب بدواليب الكاف كما قلت سابقا. احنا الأمور غير عادية وغير طبيعية، تجاوزت كل حدود الوسط. ماذا تنتظر من نظام مارق يا كريم؟ يعني في الحقيقة الذي وتستعمل قبعة الوزير أيضا كل شيء، يعني لعبة عذرا نستعمل كلمة قذرة. أحد أدوات هذا النظام، نظام المخزن المارق، هو أحد أدواته. إذن لا يستحي من فعل الأشياء الغير قانونية، وهو حتى هو تورط أو ورد اسمه في فضيحة اسكوبار الصحراء التي أطاحت برئيس نادي الوداد. هو جزء من المنظومة أصلا، هو جزء من المنظومة، من هذه المنظومة الفاسدة. نتمنى فقط أن يكون الوعي، أن يصل الوعي إلى أعضاء الجمعية العامة في الكونفدرالية الأفريقية. نحن لا نقول لابد أن تمشوا على هذه الطريقة وذاك، ولكن فقط قدموا المصلحة العامة للشباب الإفريقي، لأن الشباب الإفريقي يستحق قيادة حكيمة ورشيدة. كثير من رجال زكريني نضلوا من أجل هيئة الكاف، من أجل إفريقيا، نضلوا من أجل أن نصل إلى 5 مقاعد في كأس العالم، نضلوا من أجل أن يكون صوت إفريقيا مسموع، لأنه تعرف جيدا التهميش الذي كان لإفريقيا في كأس العالم وعلى مستوى الفيفا، المكانة التي أصبحت للأفارقة اليوم بفضل الرجال. وبعدين يأتيك ناس يستعملون أموال المخدرات ويسيئون إلى إفريقيا قبل ما يسيئوا إلى أنفسهم، أشياء صراحة لا تليق أبدا بقارة إفريقية تتحدى كل شيء اليوم. نعم كريم، أنت قلت كل شيء، وطارق بوفليح في التقرير قال يعني قطرة من بحر من هذا لقجع هو جزء من النظام المخزني، هو جزء لا يتجزأ من هذا النظام الذي أفسد كرة القدم الإفريقية. منذ دخوله إلى المكتب التنفيذي للكاف كان يستعمل المال الفاسد من أجل شراء بعض الذمم، أقول بعض الذمم التي كانت تسانده. أنا نعطيك شيء، كاين فيه صحفي مغربي خالد ياسين تهكم على على لقجع وقال له بالحرف الواحد: كيف تلعب كل مباريات كأس إفريقيا وكأس العالم
ذهابا وإيابا في المغرب. البلد الوحيد في العالم الذي يلعب كل مبارياته. لماذا؟ لأن اشترى ذمم تلك الفرق، اشتراها بالمال الفاسد، بالمال تاع المخدرات، اشترى كل تلك الفرق التي كانت تلعب المباريات العودة. تخيل العودة في الدار البيضاء أو في أكادير في أي بلد. فوزي لقجع استطاع أن يهيمن على الكاف بتواطؤ بعض الأشخاص الذين اشتراهم. تخيل أن منذ مجيئه دخل إلى الكاف حوالي 24 عضو في كل اللجان، 24 عضو في كل اللجان دخلوا إلى لجان الكاف. وهذا نقول أن حان الوقت لكي تنهض كل البلدان الإفريقية من أجل محاربة هذه الآفة. أنا أقول آفة التي نخرت جسد القارة الإفريقية. كما قلت كذلك أنت، لولا الرجال كان المنتخب واحد يشارك في كأس العالم. بعد 82 بعد الجزائر استطاعت الجزائر وعدة دول أن تتحصل قارة إفريقيا على 5 مقاعد. لهذا أنا نقول وغيرنا قوانين الفيفا آنذاك. أنا نعطيك حتى قوانين الفيفا في لايفاب في كرة القدم الجزائر، وسيأتي اليوم وأشرح للجماهير أنها غيرت في لايفاب 4 قوانين هي التي غيرت الجزائر في قانون لعبة كرة القدم. لهذا أقول حان الوقت أن تتغير الأمور في الكاف. وهذا إن شاء الله عندما يكون رئيس الفاف وليد صادي داخل اللجنة التنفيذية للكاف. نركز على أيضا البهاماس. خدمة الكرة الإفريقية هنا في الوقت اللي بعض الرجال، في وقت أنه الرجال يدافعون عن إفريقيا ويجلبون المكاسب على غير ما حدث مع قانون البهاماس، هناك من يحطم إفريقيا بالمال الفاسد وبهذه القرارات التعسفية.